السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة اينما كنتم. طيب، انا طالع النهارده عشان اغطي لكم خبر بجد مكسر الدنيا من امبارح، قالب الدنيا. الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل يومين من دخوله البيت الابيض، امبارح، في خلال 24 ساعة طرح عملته الرقمية اوفيشال ترامب. هي عملة ميم، مش موجودة على كل الميم كوين، مش موجودة على كل المنصات، موجودة على منصة واحدة بس. وعلى الحساب الشخصي ليه على منصة اكس، نزل العملة، اعلن عنها ونزل اللينك لو انت عايز تشتري. طيب، لغاية هنا عادي، خبر عادي. نزلت بكام يا باشا؟ نزلت عارف بحاجات بسيطة قوي، اللي هو او بوينت مش عارف 254 حاجة كده يعني. تمام، اللي هو اقل من ربع دولار او حاجة كده يعني. بعد شوية، خلال 3 ساعات، طلعت دولار، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، لغاية ما وصلت بعد 6 ساعات وصلت $30 أمريكي. يعني هي زادت تقريبا، هما بيقولوا 4200%. طيب، خلينا أقول لكم حبة أمثلة تبين لكم الدنيا، يعني ليه الدنيا يعني مقلوبة من امبارح. ببساطة، اللي كان حاطط $800 أمريكي في العملة دي أيام ما كان سعرها مفيش، أيام ده إيه، من امبارح يعني، تمام، من قبلها ب3 ساعات، ال 800 بقوا 300,000. أنت متخيل؟ اللي هو ولا في الأحلام، اللي هو يعني أنت لو بتتاجر في إيه؟ عمرك في حياتك ما هتلاقي مكسب بالمنظر ده. وبعدين اللي حط 50,000 كسب 1,900,000، واللي حط 1,900,000 كسب 300 مليون دولار. انتوا متخيلين الارقام عامله ازاي؟ طيب، في ناس حياتها اتغيرت تماما من امبارح. يعني بجد كان مديون وصحي من النوم لقى نفسه حط $800، دخل نام، صحي من النوم لقى ايه؟ ال 300,000 دولار بيزغرطوا عنده في حسابه. انتوا متخيلين؟ ها؟ طيب، هل هل نشتري العمله الجديده دي للناس اللي شغالين في الكريبتو والناس اللي عندها خبره في الكريبتو؟ الكلام ده مش لاي حد على فكره، ماشي؟ والكلام ده بدون ادنى مسؤوليه عني انا شخصيا او عن اي حد، تمام؟ انا بدردش معاكم، بنقل لكم حاجه بتحصل. لكن انا بنصح بالشراء؟ لا، ما تاخدش نصيحتي خالص، عقلك في راسك، تعرف خلاص. اوكي. في ناس اشترت من ساعتين ثلاثه فاتوا، كان ب $25، دلوقتي 30، فكسب $5 في الكوين الواحد. لو هو شاري مثلا 10، فهو كده كسب 50. لو كان شاري 100 كسب 500. لو كان شاري 1000 كسب 5000. فالموضوع يعني مش هاي ريسك، هاي سوبر ريسك. تمام، بس بجد 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 في ناس استغلت اللي بيحصل دوت. طبعا هو متوقع ان هو ما يدخل البيت الابيض العمله هتضرب في السماء. بدل ما هي $30، ما حدش يعرف، الله ربنا وحده بس سبحانه وتعالى اللي يعرف سعرها هيبقى كام. ممكن توصل ل 100، 200، 300 الف دولار. بس لا اقدر اقوله لكم ان في ناس هيصبحوا يعني مليارديرات من لا شيء، بجد، خلال، هم اصلا بقوا، يعني هم مش لسه هيبقوا، وخلال اليومين الجايين. طيب، الراجل ده اللي هيمسك امريكا ثروته تقريبا 4 مليار دولار امريكي. الراجل ده عمل في 6 ساعات اللي عمله في 70 سنه. انت متخيل؟ يعني هو قعد 70 سنه يعمل في ال4 مليار في 4 ساعات. بفكره بسيطه جدا 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 عمل ثروته كلها. فانا بس بوريكم دي عقليه الرئيس اللي ناوي يمسك امريكا الايام الجايه. راجل بيزنس مان من الدرجه الاولى، راجل ما بيهزرش، راجل يعلم جيدا من اين تؤكل الكتف. لما بيقول حاجه بيعنيها. فبجد انا مبهور بالحركه اللي عملها. هو طرح عمله لتداول والناس اشترتها. الناس اشترت حاجه في الاخر يعني، والحاجه دي سعرها زاد في السوق. الفوليوم بتاع الاستثمارات في يوم ونص 18، يعني مكتوب كده 18.8 بليون، هم 18 مليار دولار امريكي. احنا بنتكلم في ميزانيات دول، يعني اللي بيحصل ده ميزانيات دول. تمام.
مش عارف يعني. بصوا انا حبيت اقول لكم، اللي حابب يشتري العمله دي مش هيلاقيها في اي مكان اصلا، موجوده بس على منصه واحده. هسيب لكم الرابط تحت. تمام. آه، اللي عايز يدخل يجرب حظه بعمله اتنين تلاته. افتكروا بس حاجه واحده ان في يوم من الايام كان البيتكوين ب 15000 دولار سنه 21. دلوقتي بيتكوين ب 100000 دولار. وفي ناس اشترت بيتكوين ايام ما كان ب 5 دولار و6 دولار وارقام من 2011 يعني. فهي الفكره فكره ايه؟ انت ممكن تشتري عمله او اتنين وتنساهم، ترميهم، ونام واصحى ونام واصحى وروح بقى اشتغل تاني واصحى الصبحيه وامضي حضور وانصراف وبتاع، وبعدين تصحى من النوم فجاه تلاقي العمله اللي انت كنت شاريها ب 25 دولار ب 25000 دولار. انت متخيل؟ انت يعني الموضوع مش طبيعي. ف تاني، ده رأيك وده قرارك. أنا ما بقدمش أي نصايح استثمارية ولا مالية. أنا بس بنقل لك وبشير معاك حاجة بتحصل يمكن معظمنا مش داريان بيها. بس يعني أنا حبيت بصراحة يوم ما أطلع أغطي خبر يبقى خبر بجد بيجيب ملايين، مش أخبار لمجرد بس الإيه، الفرقعة والشو الإعلامي يعني. ربنا يا رب يجعلنا سبب في غناكم وثرائكم أكيد. و... وإن شاء الله ما تخسروش أبدا. كل اللي انصح بيه لو حد ناوي يشتري، اشتري بعقل، اشتري بحكمه. ما تجريش، ما تطمعش. وخلي بالك ان الحاجات دي بتطلع وتنزل بسرعه، فانت لازم تبقى حريص جدا ويعني مفتح للي بيحصل. وتبقى حكيم، مش اول ما تخسر تجري بسرعه وتبيع يعني. تمام. برضو تاني، انا ما بقدمش اي نصايح ولا ماليه ولا استثماريه، انا بقول لك خلال خبرتي العاديه مع الكريبتو يعني. تمام. ربنا يا رب يفتح علينا جميعا ويفتح ابواب الرزق كامله علينا يا رب. ويدعم لنا الخساره ويقرب لنا المكسب. آه، انا سبت لكم اللينك تحت. اللي عايز يشتري هيشتري قبل ما العمله تطير كمان وكمان، وخصوصا كمان يومين لما ترامب يدخل. آه، يعني انت تاني للمره الاخيره، عقلك في راسك، تعرف خلاصك، اختيارك انت بدون ادنى مسؤوليه عليا. صباح الفل عليكم وصباح المكاسب ان شاء الله كده. وقولوا لي ان شاء الله لو كسبتوا من الموضوع. قولوا لي في كومنتات تحت. لا سمح الله لو خسرتوا يعني انا ماليش دعوه. تمام، عشان بس نبقى ايه، واضحين من الاول. هسيب لكم اللينك تحت الكومنت. يلا باي باي.